تشتهر جماعة ولاد طيب بزراعة أشجار الزيتون التي تمتد على مساحة شاسعة، وتعد أشجار الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة. هذه الشجرة المباركة هي من الأشجار المعمرة، وتمثل ثروة مهمة، ذلك لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية، وثمرتها ذات فوائد كثيرة، فهي غذاء كامل، ويستخرج من حباتها زيت الزيتون ذو الفوائد الصحية والغذائية المتعددة. يبدأ موسم جني الزيتون هنا بجماعة الطيب في شهر أكتوبر، وتستخدم هذه الثمار إما لإنتاج زيت المائدة أو لإنتاج زيت الزيتون. مشوار استخراج الذهب الأخضر يبدأ بمرحلة جني حبات الزيتون، وبعدها يتم نقل هذه الثمار إلى المعصرة باستخدام أكياس قماشية أو صناديق، ويتم في المعصرة الحديثة غسل الثمار جيدا وفصلها عن أوراق الزيتون، ثم عصر الثمار لتنتج زيت الزيتون البكر الممتاز ذو النكهات الأصيلة. فالحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، واللهم أدمها علينا نعمة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.